ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة الضيف. وضيفنا النهارده كوميديان دمه خفيف، طالع مع الناس الكتير اللي طالعه دلوقتي في الستاند اب كوميدي. ضيفنا النهارده الستاند اب كوميديان وليد ابو المجد. ازيك يا وليد؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ انا كويس قوي. منورنا في نفسنا. نورك والله. يعني اهلا. ما تردوش برضو في ايه؟ قلت لهم ازيكم قبل مجهز نفسك؟ لايه؟ ما تقلقش خالص. هننفسن على حد؟ يعني انت ايه بتنفسن؟ طيب مادام بدات بتنفسن على حد؟ لا بتنفسن على حد؟ حد الله بيني وبين حرام. لا هو نفسنا هي حرام؟ نفسنا مش حرام والا انت يبقى هتحرم البرنامج ده علينا. ايه؟ حرام ما كناش عملنا لها برنامج. بالظبط، احنا اكل عشنا. ما اكل عشنا حرام ولا لا ايه؟ والله لا حد الله ايه ما اعرفش. دي حاجه بتاعت ربنا يعني. انا عايزه اسالك على حاجه غير ازاي بدا معاك بقى خفه الظل وفكره انك تمثل وتبقى ستاند اب كوميدي تلعب الحكايه دي، وما تقوليش مسرح الجامعه. لا حتى لو دي الحقيقه. لا ارجع لورا شويه بقى. اكدب عليا. ارجع لورا شويه. بص هقول لك على حاجه بس ما حدش يتريق عليا. انا وانا صغير واحنا اطفال كنت بجيب العيال جيراننا واضحك عليهم واقول لهم تعالوا نلعب لعبه الدكتور. وكنت انا بعمل الدكتور واقعد اكشف عليهم بقى. حلو. كل اللي متغاظ منه بطلع فيه مرض اعرف اضرب فيه براحتي يعني. مش عارف بقى هل ده ليه علاقه بالموضوع ان انا مثلت في الجامعه ولا لا، مش عارف، بس انا كنت بحب جدا فكره التشخيص دي اصلا يعني. واول ما طلعت مسرح الجامعه اول ما لقيت فيه مسرح فرحت جدا، رحت طالع جري بقى وبدات هناك. تعمل مسرحيات كوميدي؟ متضايقه ان انا قلت مسرح الجامعه. لا انا عايزه اعرف، طب ليه مش تمثيل؟ ليه ستاند اب كوميدي؟ ما هو التشخيص والدكتور والحاجات دي كلنا بنعملها صغيرين فطلعنا ممثلين. حلو. ايه بقى الستاند اب كوميدي جه منين في دماغك؟ هقول لك ميزه الستاند اب كوميدي، انا بتكلم في اي موضوع حلو في وقت قليل جدا وبشكل كوميدي، فشوفي المتعه كلها يعني. انا في 10 دقائق مثلا او 5 دقائق بختصر حاجات كتير جدا ممكن تكون موضوع فيلم مثلا، ممكن تكون موضوع مسلسل مثلا. حلو. وهو تحس كده استقبال الجمهور ليه مؤخرا يعني الحمد لله في ناس ابتدت تسمع عنه شويه. بقى خفيف يعني، الناس بقت تحبه. اطفال مثلا يعني، انا جمهوري في ناس في اعدادي بتتفرج وفي ناس كبيره في السن بتتفرج، فدي حاجه تفرح جدا يعني. لا ويمكن انت كمان بتحب المسرح لانه انت لما بتقف على الستيج بيبقى في تواصل مباشر بينك وبين الجمهور جدا، فده بيديك طاقه ايجابيه جدا. وفي حاجه تانية بقى في الستاند اب كوميدي، انا بالف وبمثل وبخرج. يعني محدش بيقول لي، محدش بيوجهني، بيجبرك بورق وبيقول لك التزم بالنص. بتكلم في الحاجه اللي انا عايز اتكلم فيها، فدي بس ده برضه معناه ان مش اي حد يقدر يعمل ستاند اب كوميدي. طبعا انك تالف وتمثل لوحدك وتركب مزيكتك لوحدك. طبعا فناس خاصه جدا تقدر تعمل الموضوع ده. مش سهل، خصوصا ان انا معتمد عليا انا بس، مش اي حاجه تانية. انا بطلع ومش عشان اتكلم في دراما مثلا او حاجه، لا انا هو كوميدي. فانت طالع ما معكش غير المايك بتاعك وتسهيل ربنا. وبتبقى بقى مواقف انت تعرضت لها شخصيا ولا بتفتح مواضيع؟ حتى لو حد صاحبك حكى لك بتاخد منه حكايه وتعمل عليها موضوع؟ ما هو كل حاجه بتحصل لي في الحياه دي ماتيريال، دي ماتيريال ليا، وبس بنسبه 99% اللي بقوله حقيقي. ال 1% ده بقى اللي هو ايه، حبكه الافيه يعني. ساعات كده في حاجه حصلت حقيقيه يمكن ما تضحكش، بس انت لو لويتي دراعها سنه كده ممكن تضحك يعني. لو لويتي دراعها قوي بالنسبه لك يعني. مثلا يعني. طب ايه اكتر موقف يعني محرج قابلته على المسرح؟ على المسرح؟ طب ما اقول لك موقف محرج في الحقيقه حصل. طب ايه اكتر بخصوص المسرح برضه؟ والله كنت ماشي في الشارع، بس ده هزار يعني. ماشي. حصل يعني؟ كنت حصل والله. كنت ماشي في الشارع مره لسه من قريب يعني، ففي واحده كان معاها جوزها تقريبا وحاطين، فبتقول له الحق وليد اهو، وليد اهو. قال لها وليد مين؟ قالت له وليد اللي بيضحك. قال لها بيضحك وبيعمل ايه تاني؟ والله العظيم. طبعا مش عارف هم كملوا عملوا ايه بعد كده، اكيد ده حصل حوار. هو مش فاهم يعني ايه اللي بيضحك. هو مش فاهم في شغلانه تانية غير التضحيك. طب ده بقى يخليني اسالك، بتعمل ايه غير ده؟ انت خريج حقوق. هل اشتغلت محامي عشان تاخد حتى الكارنيه؟ لا ما اشتغلتش محامي خالص. ضيعت الشهاده يا ولد. يمكن يا مراري. يمكن دخلت هو عشان اجمع ماتيريال مش اكتر والله. برضو بس من الطلبه احنا عبيد الافيه والله. بس انا لما طلعت كتبت شويه. الحاجه الوحيده اللي بعملها جنب الستاند اب كوميدي ان انا بكتب. يعني بتشارك في ورش كتبت قبل كده في مسلسل اذاعي لحماده هلال ومنى شلبي. كتبت في سيت كوم قبل كده، ومفروض ان شاء الله في فيلم كتبته دخل دلوقتي مشروع انتاج يعني، لسه ما بدأوش فيه يعني. ده موضوع الكتابه الحاجه الوحيده اللي ممكن بتدخل لي فلوس، بس اكل عيشي ولا ستاند. لكن انت اتعلمت الكتابه من الحقوق؟ والله اتعلمت الكتابه من المسرح، من فريق المسرح يعني. انا فريق المسرح ابتديت اجرب حاجات كده. دايما ما يجي مخرج جديد
فاحنا بنحاول نحضر له حاجات عشان يشوف مين فينا شاطر ومين لا. نبهره. بالظبط. فمن هنا بقى في اكتر من حد يقول لي يا وليد من الافكار دي، فخدت بالي شويه فبدات اذاكر، فقريت شويه في الكتابه. طب عايز تعمل لنا فقره مصغره من شو صغير كده؟ والله بص الدخله دي تخليني اعمل اي حاجه والله العظيم ضحكنا يا وليد كده ارجع في كلامي وش يعني انا فاكر. ابو شنب اه لا و... ما بيمشيش معانا. ونقول ايه ده؟ نقول السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لما حد يقول السلام عليكم قول السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله الله وبركاته. يفتح السلام ورحمة عليكي، الله الله يفتح وبركاته. عليكم، الله يرزقكم والله العظيم، واديها لكم في اي مناسبه ثانيه ان شاء يرزقنا الله. جميعا. يلا إن شاء قولوا له يا الله. جامد. عايز اسالك سؤال وتجاوبوني بصراحه يعني. ماشي. احنا لما بندخل الجامعه بندخل ليه؟ عشان ناخد شهاده، نتعلم. لا بصراحه عشان ناخد نتعلم. الشهاده. نتعلم عشان لا. نعرف ولاد. عشان نعرف ولاد. ده انت عشان اكيد الولاد مش عشان يعرفوا ولاد، صح؟ صح؟ المهم ان السبب فعلا المستتر ورا ان احنا ندخل الجامعه ان احنا عشان نعرف بنات، لدرجه ان الواد يا عيني بيحط عينه على واحده وبيحبها وبيوعدها بالجواز، وقال ايه هي بتصدق. يعني هي بتصدق ان هو عارف بالجواز، حلو؟ وبعدين بيبتدوا يسموا اسامي اولادهم في الجامعه. كريم. والله العظيم تقعد تقول له حبيبي لو جه ولد نسميه بودي، لو جاب بنت نسميها جودي، ايه رايك؟ فالواد يتربس دماغه، هو عباس على اسم ابويا ومات الكلام فكك. وهو اصلا ما يعرفش ان مامته حاطه له عينها على واحده وغالبا بنت خالته، بابا حاطط عينه على واحده وغالبا بنت عمه، هو حاطط عينه على واحده وغالبا بنت جامده. والله العظيم. انت لما تيجي تسال اي ولد تقول له ايه مواصفات فتاه احلامك، يقول لك يقول لك انا عايز اكون ايه؟ اللي هو ايه ده؟ عايز قطعيه. اكون ايه؟ دي في ثانيه صيدله دي ولا دي في ايه دي؟ يقول لك لا عايز اكون ايه؟ عينيها زرقاء وشعرها يكون طويل وعينيها ومحترمه. ده لو افتكر موضوع محترمه ده في الاخر، اصلا بيقول مواصفات مش لاقيه على بعضها، والله هو بيقول اي حاجه حلوه بتقابله في السكه يعني. فبعدين بابا يجي يقنعه بواحده هو ما يعرفهاش، والاهل هنا بيتدخلوا بشكل عظيم جدا، يقول ولا جبت لك واحده برضو ما ابوه يقول له جبت لك واحده، يقول له بابا ما اعرفهاش، يقول له شوفها بس شوفها بس تشوف خطوبها بس مش هتخسر. تخطب اتجوزها بس لا جوزها بس. تحس والله ابوك هيقول لك جوزها لو طلع فيها حاجه بتاعتي. مالكش دعوه. انا والله تخيلت الموضوع لو اتطور عن كده، تلاقي مثلا يوم الدخله تلاقي باباك قاعد لك على السرير بوسها بس. شكرا ميرسي جدا ليكم. بس كده؟ لا دي صغيره. الله يا حبيبي جميل والله. تسلمي لي يا جميل ربنا. وخيالك حلو قوي. قولي بقى ايه احساسك اول مره وقفت على المسرح كستاند اب كوميديان تقدم حاجه للناس، كنت حاسس بايه؟ هقول لك انا الاول اتفرجت على الستاند اب كوميدي وحبيت الموضوع، فحسيت ان انا هعرف اعمل ده، فقعدت ادور على مكان اعمل فيه ده، مفيش الكلام ده، فقلت خلاص انا اعمله في اي حفله تقابلني انا اجرب. فكان في حفله مزيكا بيعملوا، في ناس بتغني راب وفي ناس بتعزف وحاجات كتير، فرحت قلت لهم لو سمحتوا انا عايز اعمل ستاند اب. قالوا لي ايه ستاند اب؟ قلت لهم حاجه هتشوفوها دلوقتي يعني ان شاء الله تطلع حلوه يعني. فقالوا لي، كان ساعتها بصراحه ما كنتش كتبت سكريبت لنفسي يعني، كان في مقاله لمصطفى حلمي، ومصطفى حلمي من اشطر كتاب في الكوميديا بالذات يعني، خدتها وعملت لها اعداد يعني ستاند اب كوميدي وطلعت اعمل، بس هي كان ليها علاقه بالسياسه وبتاع. طبعا انا كنت خايف خوف غبي، خوف اللي هو مش طبيعي. قادر احط رجلي على الستيج اصلا. يا عيني. والله تحس ان بنجت. قلبك الجمهور هيسمع جداً. دقاته. بينج ايه مش حاسس بيها متبنجه. بالظبط. وبعدين اول ما دخلت على المسرح لقيت الدنيا ابتدت تهدى معايا شويه، وبعدين رحت قايل السلام عليكم، لقيت الناس ردت ساعتها، ردوا بسرعه يعني. ففرحت، فقلت ايه ده في تجاوب، رحت قايل مش عارف، رحت مهزر شويه في بس الاول. مش ده الشعور دلوقتي. لا الحمد طبعاً. لله الواحد مخدع الناس شويه طبعاً مع الاعتياد. بالظبط. ساعتها المشكله اول ما بدات في السكريبت خلاص خلص السؤال. قعدت دقيقتين. نخش على بعض. انت لسه في حاجة هتفك مهمة في فيه. الإجابة. ليه؟ لا قول انت لسه يحكي ذكريات اول معلش، مره. معلش استنى. سيبيه قول. يقول. كان في حاجه مهمه في الاجابه والله. لا أنا بدات قول. تنافسي نفسك عشان عملت ستاند اب حلو. انا قلت لها اول ما بدات في الدقيقتين بالظبط عدوا، لقيت في صوت واحده مسرسعه جدا، اقطعوا عليه المايك، زي الصوت اللي ليه؟ ايه ده؟ اقطعوا عليه المايك. طبعا انا ما فهمتش هو بيتكلم عليا،
بعد شويه فعلا المايك اتقطع، وبعدين رحت خارج في الكواليس بقول لها هو في ايه حضرتك؟ قالت لي ما ينفعش تتكلم عن الثوره وتجيب سيره السياسه اصلا، مش عارف ايه. قلت لها وليه اول مره اطلع سيبيني اقول الكلمتين ما اللي انا صدقت. حافظهم الكلمتين اللي انا حافظهم دي شريره قوي. ايه ده؟ اقسم ايه بالله الشر ده؟ اتقهرت قهره، اللي هو اول مره اطلع ونفسي بقى الناس تسمعني ونفسي اخد خطوه في المجال ده. مفيش فايده. بس ساعتها في ناس من اللي كانت بتتفرج جم قالوا لي كومنتات هي والله اللي خلتني اكمل. في الدقيقتين اللي هو دول. اتبسطنا، كنا نفسنا نسمع تقول ايه. والله بالظبط. كمل، وانت جميع الحاجات كنت هتكمل، وانت فرحت. ليك شغلانه غيره. جميع ما تعملناش فيها انك شهيد بقى. لا لا والله طب لا، ولا ابويا غني. وليد، عمرك في مره نسيت الكلام عن المسرح؟ بتحصل كتير، حصلت قبل كده وبتعمل ايه؟ وانا لسه بادئ. لما نسيت اتغبيت ورحت واقف بينت. نسيت. أنا آسف. واصل بس عملتها بإفيه يعني. بعد كده بنسى، بس مستحيل الناس تعرف ان انا ما نسيت. بتبينش. ممكن مستحيل. بتعرف تلحق ممكن نفسك. جدا اتكلم. ما هو انا في جمله كده بقولها للناس في الورشه اللي هي بعملها، ان الارتجال عكاز الكوميديان في كل الحالات. انا طالع مش حافظ سكريبت عشان طالع اسمعه. انا مش راجل بحفظ واطلع ادلق اللي حفظته. لا، انا بتكلم في موضوع، فلو نسيت في اي حاجه فانا بكمل في الموضوع اللي انا بتكلم فيه. فالموضوع ما فيهوش نسيان يعني، وخلاص بقى الموضوع ده بالنسبه لي خلص يعني. احنا انبسطنا منك جدا في اول مره، وانت بناء على اراء الجمهور عايزينك تاني مره. اقسم بالله. بس عايزين ليله الدخله. انت شفتيها فين ليله الدخله؟ الحفله ماتيريال دي اللي هي ليله دلوقتي. ليله الدخله بتاعت الابن ولا الاب؟ بس عشان نبقى فاهمين. بتاعه العيله. هو عارف كويس قوي انا بتكلم عن ايه. طيب. اتفضل حضرتك على المسرح. نسمع تحيه كبيره للكوميديان العظيم. ونقول السلام عليكم تاني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده خدمه الفنان لزميله الفنان. فعارفين انت في الفرح ربنا يوعدكم يا رب. في حد فيكم متجوز لا قدر الله؟ صلاح. في حد متجوز؟ في صلاح متجوز. في حد عايز؟ كدابين انتوا عايزين تفضلوا كده قاطعين مش حاجه. طيب انت يوم الفرح بعد ما تخلص الفرح بتلاقي واحد صاحبك الفتك الروش خدك على جنب كده قال لك امسك دي. تقول له ايه يا مان؟ يقول لك امسك. فتقول ايه يا مان؟ يقول لك امسك. فتقول له ايه مش عايز، انا عايز ابقى سيبني كده من بطبيعتي. امسك عشان تنفع راسنا. السؤال انت شاغل بالك ارفع راسك انت في ايه يعني؟ يعني ارفع راسك انت في ايه؟ انا ممكن ارفع راسي بس ايه انت مالك؟ المشكله مش في مش في صاحبك بس. انت لو خلصت من صاحبك ده تيجي يوم الصباحيه تلاقي الباب بيخبط تفتح ابوك ايه انا فانت تقول له عملت ايه؟ عملت ايه؟ يقول لي قد يا بابا ايه عملت ايه في ايه؟ ما مش فاهم. يقول لي رفعت راسنا ولا ايه راسكم اللي بتترفع بسببي دي؟ يعني ايه الشرف في كده؟ ايه يعني مثلا تاني يوم الصباحيه بابا يبقى ماشي في الشارع كده رافع راسه اهو ابن امبارح كان ايه؟ اكيد مش هتعمل كده يعني. وبعدين مامة العروسه بقى، البنات في الحاجات دي بيموتوني يعني. مامة العروسه تخبط عليها تعال صباح الخير يا وليد ميت تعال اقعدي. عملت ايه امبارح؟ البنت مكسوفه يا عيني تقول لها عملت ايه؟ يا البنت خرب بيت امك كلاسي عملت ايه؟ الواد امبارح رقص كتير وتعب واصحابه فرهدوه ففضلوا يشيلوا الواد ويرفعوه فوق، وكان بيطول فوق ما بينزلش على طول. فعملتوا ايه؟ ماما مفيش حاجه والله. بصي اصله بصراحه ابو ماي. شكرا جدا ليكم. هي أسوأ حاجة الواحد ما بيحبش إن حد يتدخل فيها يعني. سيبونا في حالنا بطبيعتنا ربنا يكرمنا يعني. والله حلوه قوي يا وليد والله. تسلمي لي ربنا هي ليها بيا انا عارفه. عشان بس الوقت نخلف مع بعض بقى صح عشان نوصل لدرجه الحمل. والله نحاول دي؟ نحاول المرة الجاية. امسك دي. بجد انبسطنا بيك النهارده وضحكتنا ونورتنا، واهلا بيك في نفسنا. مشاهدينا خلصت حلقتنا، استنونا في حلقه جديده، تصبحوا على خير.